السلام عليكم ورحمة الله. معكم مهندس أحمد الشاذلي في فيديو جديد. هنتعلم إن شاء الله النهاردة إزاي نرسم مطبخ من البداية. طبعا عايزين نطلع تصميم محترم شكله كويس واقعي، يكون كمان عملي ومنظم. ده المثال اللي هنشتغل عليه إن شاء الله. هنحاول نعمل تصميم زي ده. ده تصميم مطبخ في دولة الأردن، أنا كنت نفذته لأحد العملاء بفضل الله. إن شاء الله نتعلم دلوقتي إزاي نعمله مع بعض. طيب أول حاجة، أو يعني أنت لما يجيلك عميل عشان يطلب منك تصميم مطبخ بتحتاج تعرف منه أكتر من معلومة. طبعا المقاسات ده شيء أساسي، أو لو أنت هتروح بنفسك تاخد المقاسات لو في مكان قريب منك. تاني حاجة تبقى عارف الستايل بتاع المطبخ، كمان تبقى عارف المقاسات بتاعة الأجهزة بتاعتك وطلباته في المطبخ عاملة ازاي. طيب تعالوا كده نشوف الموديل بتاعنا اللي المفروض نوصل له في نهاية الشرح إن شاء الله. ده شكل الموديل بتاع المطبخ زي ما انتم شايفين. وطبعا من اهم الاساسيات اللي بنشتغلها واحنا بنصمم مطابخ هي حاجه اسمها مثلث الحركه. ايه هو مثلث الحركه؟ ان يكون الحوض بتاعي والتلاجة والبوتاجاز كلهم التلاتة دول عاملين اضلاع مثلث مع بعض. ادي الحوض، وادي البوتاجاز بتاعي البلت ان، وادي التلاجة بتاعتي عاملين شكل مثلث. وطبعا الكلام ده ينطبق على اي شكل من اشكال المطابخ. يعني لو حبينا نعرف اكتر عن موضوع مثلث الحركه، لو كتبت في السيرش بتاع جوجل مثلث الحركة في المطبخ وجبت صور، هتلاقي برضو أكتر من شكل لموضوع مثلث الحركة بأشكال مختلفة حتى من المطابخ. هنا مثلا عندنا حرف ال، هنا عندنا لاين ولاين، برضو بتحقق المثلث. تمام، فدي نقطة مهمة جدا في تصميم المطابخ، لازم تكون بتراعيها عشان سهولة الحركة بتاعت ست البيت داخل المطبخ. ويفضل برضو معلومة كمان إن التلاجة تكون قريبة من الباب، لأن كل الشقة أو كل البيت هيجي ياخد من التلاجة مثلا أي حاجة وليكن سناكس أو أي حاجة ويخرج تاني. فيفضل إن التلاجة دايما تبقى جنب المدخل بتاع المطبخ. يبقى قلنا دلوقتي على مثلث الحركة، وقلنا كمان إن إحنا عشان نبدأ في أي مطبخ محتاجين مقاسات، محتاجين نعرف مكان الصرف، أماكن الأجهزة، المقاسات بتاعتها. وطبعا الاساسي جدا معانا هو الستايل بتاع المطبخ. يعني مثلا المطبخ بتاعنا ده كنا شغالين على الستايل ده، كان يعني مناسب للعميل بتاعنا. فبرضه بنبقى عارفين قبل ما نرسم انت هترسم على اي ستايل، في كلاسيك، في نيو كلاسيك، في مودرن زي اللي قدامنا ده. فتبقى عارف، وبرضه وتقدر برضه بنفس الطريقة لو انت ما عندكش معلومة كاملة انك ايه تبحث على ستايلات المطابخ. وبرضه زي ما شرحت في الكورس اللي فات، عندنا موقع بنترست هدخل عليه دلوقتي برضه اوريهولكوا، عليه صور كتير جدا تقدر تعمل عليها تغذية بصرية. ده الموقع اسمه بنترست دوت كوم. لو كتبت برضه في السيرش بتاع جوجل بنترست دوت كوم وتكتب في السيرش بتاعك وليكن مثلا مودرن كيتشن ديزاين او ايا كان الستايل اللي انت عايز تشوفه، فهتلاقي اشكال كتير جدا لستايلات اوريدي موجودة ومتنفذة. فده بيديلك تغذية بصرية وبيخليك عندك يعني رؤية بعد كده ان شاء الله فيما هو قادم. انت متابع بقى كل حاجة موجودة عالميا، وطبعا الحاجة تبقى قابلة للتنفيذ. يعني انت ما تصممش اي حاجة الا لما تكون ابليكابل او قابلة للتنفيذ، وتبقى عارف الخامات اللي موجودة في السوق بتاعك اللي انت شغال فيه عاملة ازاي. طيب كده هنبدأ بقى ان شاء الله نرسم في المطبخ بتاعنا. طبعا بيكون معانا المقاسات. ده شكل المقاسات اللي كانت مبعوتة لي. وليكن مثلا عندي الضلع ده كده 4 متر ونص، وهنا العميل بعت لي المقاسات اللي هتبقى فعلية للمطبخ مش مقاسات المكان كله. فهي 4 متر ونص من هنا لهنا. عندنا 127، وبعد كده شباك تمام في الوسط، وعندنا هنا 146 على اليمين. الضلع كله 4 متر 79. يبقى ده كلها 4 متر 79 من هنا لحد هنا. يمين 146 وشمال 127، والباقي ده هو الايه الشباك اللي معايا. طبعا انا معايا صور فعليه كمان، يعني لما بيكون حاجه زي كده، حاجه انا مش هقدر ازورها بنفسي، بطلب كمان من العميل يبعت لي صور فعليه للمكان بتاعي. دي مثلا كانت الصور اللي العميل بعتها لي المكان. طيب الصور دي بستفاد منها اكتر من حاجه، بشوف طبعا المكان اللي انا هشتغل عليه، وبقدر كمان اعمل له خامه او ماتيريال شبه اللي موجوده دي، يعني سيراميكا شبه دي وارضيه شبه دي. وكذلك برضو برسم له السقف شبه اللي هو بعتهولي. ده بيديك واقعيه اكتر للشغل بتاعك، وبتبقى محترف اكتر في الاخراج بتاعك. ده شكل اللقطه اللي قدامنا دي كده اهو بالصوره دي. فطبعا الشكل قريب جدا، فهو ده المطلوب. طيب تعالوا بقى نرسم
مع بعض كده. هنبدأ أول حاجة هنقول له هنا هناخد ده كده هنا. طبعا الصورة دي أنا دخلتها على الملف بتاع السكتش اب عادي خالص بكل بساطة خالص. باجي هنا كده بروح اسيف الصورة الأول BNG، حاجة اسمها BNG، تمام، واخدها اسحبها في الملف بتاعي بالشكل اللي قدامي ده كده. وبعد كده بعمل لها سكيل. طبعا كل الأوامر دي احنا تعرضنا ليها وشوفناها في المحاضرات اللي قبل كده. طيب انا جيت هنا عملت رايت كليك اكسبلود، وقدرت ايه ان انا احرك الخط ده كده لقدام بحيث ان انا اصغر الصورة دي. ماشي. طيب نبدأ نرسم مع بعض. اول حاجة اللاين 127 اللي هو الضلع ده، تمام. واجي هنا كده الضلع التاني 4 متر ونص. ماشي. طيب اجي بقى الضلع ده كله ممكن ياخد جايد كده لاين 4 متر 79 من هنا لحد هنا 4.79، تمام. واجي هنا لو ضغطت دبل كليك هيعمل لي برضو الجايد ده. طيب ارسم الضلع ده الاول 146. طبعا انت بقى براحتك ترسم مقاسات بالطريقة اللي انت قايس بيها، يعني دي حاجة ترجع لك انت. ماشي. لو جيت وصلت من هنا لهنا انا دخلت جوه كده 15 اللي هو عرض الشباك او المسافة دي كده تقريبا، خلينا نقول 15 مش هتفرق معانا قوي. ماشي. طيب اجي هنا اكمل عندي المسافة دي كده 4 متر لحد نهاية المطبخ، وزي ما قلت الابعاد اللي هو حاططها دي لحد نهاية المطبخ. لكن طبعا المكان زي ما انت شايف ايه ابعاده مختلفة شوية، فانت ممكن تزود الجزء اللي انت عايزه بعد كده. طيب انا هاجي هنا كده اخد خط 4 متر، ماشي، بالشكل ده. طيب اجي بعد كده اعمل التخانة بتاعتي 15، وممكن اعمل برضو اوفست زي ما اتعلمنا. ممكن اعمل اوفست او ممكن اشتغلها بالشكل اللي قدامي دي، اي طريقة تعجبك ما عندكش اي مشكلة خالص. برضو 15 وكده بالشكل ده. اهم حاجة في الاخر لما تيجي تقيس من جوه تصفي المقاسات اللي جوه ايا كان بقى انت رسمتها ازاي. دي 127، اجي اقيس من هنا بأداة القياس كده 127، واجي من هنا اقيس الاقيها 146، اجي اقيس من هنا الاقيها 4 متر، اجي اقيس من هنا الاقيها 4 متر 50، تمام. فانت بترسم على البرنامج زي ما انت عايز، لان كان في ناس سألتني الناس اللي ما بتشتغلش اوتوكاد عندها مشاكل في سكتش اب. لا خالص، انت تقدر ترسم اي حاجة داخل البرنامج. يعني لو انت معكش بلان الكاد ما عندكش اي مشكلة خالص، ارسم داخل البرنامج اي حاجة انت عايزها، تمام. طيب انا ممكن باجي اعمل اكستنشن، يعني ازود كده شوية المسافة دي، وليكن مثلا يعني انا هنا مثلا في الموديل كنت مزود المسافة دي اللي هي من جوه يعني 2 متر 23، مفيش اي مشكلة خالص. هاجي اقول له ازود كده كمان، اخد من هنا كده خط 2.23 بالشكل ده اهو، بالشكل ده، تمام. اجي بعد كده اوصل، حتى ممكن اعمل ريكتانجل هنا كده، ماشي. ممكن اخد الثلاث خطوط دول مع بعض اوفست حرف الاف بالشكل ده. طبعا انت وانت شغال ممكن تبقى عندك طريقة في الرسم ابسط من دي، ما عندكش اي مشكلة خالص. هنا الارتفاع بتاعي كان الارتفاع الصافي 2 متر 73. شايفين انا ممكن القط اي ارتفاع واخد منه، بس انا اعتبر ان انا مش هستخدم الموديل ده في حاجة دلوقتي. انا عندي الارتفاع بتاعي كان العميل مديهولي 2 متر 73، وده الارتفاع الصافي. طيب اطلع ل2.73 بالشكل ده اهو، ودبل كليك هنا ودبل كليك هنا، تمام، بالشكل اللي قدامي ده كده. طيب ده كده رسمت الهيكل العام. طب عايز ارسم بقى المنطقة بتاع الشباك. ارتفاع الشباك بتاعي ده متر، ماشي، بالشكل ده كده. نقول له 1 متر، ماشي. وهنا طبعا دي الجلسة بتاعته، اما العتبة دي كده فهي تقريبا 160. انا برضو لو بصيت في الصورة يعني بعض المقاسات اوقات العميل ممكن ما ياخدش باله منها، انت ممكن تجيبها كده تقديريا بالعين. يعني حتى الارتفاع ده البلاطة دي 60 في 120، ف60 وتقريبا دي كده ايه في حدود 50 سنتي، فممكن حتى كمان يبقى 1 متر 10. ماشي. الجلسة بتاعته يعني من متر ل1 متر 10، والمسافة دي تقريبا برضو في حدود
ال10 سنتي. فلو في بعض المقاسات العميل مش مديها لك تقدر انت يعني تحاول تعرف هي قد ايه كده بالنظر وبالخبرة. طيب انا هزود هنا 10 سنتي عشان تبقى 1.10 متر. ماشي. ودي تقريبا المسافة بتاعتي دي يعني 13 سنتي، برضو شكلها مناسب جدا بالنسبة لي، شبه الفيديو او شبه الصورة اللي موجودة بالشكل ده كده. طيب ده كده بالنسبة لي الشباك بتاعي. يبقى اذا اول خطوة في موضوع الرسم ان انا ارسم المكان او ارسم الابعاد اللي انا هرسم فيها المطبخ. ده كده اول حاجة في موضوع الرسم. طيب تاني حاجة ان ارسم بقى الوحدات بتاعتي، ابدأ ارسم بقى الوحدات بتاعتي. اللي هنبدأ طبعا بالوحدة السفلية، ونقسم كده ونشوف اماكن الصرف واماكن الاجهزة فين بالظبط. عشان ارسم بقى الوحدات السفلية بتاعتي بروح اخد اوفست كده او اخد خط من هنا كده. ماشي. ممكن نعمل اوفست للتلات خطوط دول. طبعا انا ضاغط على امر كنترول، ضاغط على كنترول في الكيبورد وانا بحدد اكتر من خط. بعد كده حرف الاف عشان اعمل اوفست. اعمل اوفست كده لجوه 60 سنتي.